رتبت الإضاءة ورتبت كل شيء، بقى الشغلة واحدة ما مرتبها، شعري ما بيه حيل أرتبه يا ولد. خلينا نبدأ الحلقة بعنوان من هو فيلاو؟ شلون وصل هذا الشاب العراقي البسيط إلى أكثر من نصف مليار مشاهد حول العالم؟ نصيحة مني، جيب لك شي تاكله واستمتع بهاي الدراما اللي صارت بحياتي. كبداية أنا مو شاب بسيط، أنا شاب طايق، عندي كومة فلوس، كذا كل شي ما عندي، بس اللي عندي أخطر من الفلوس، عندي عندي العقل المدبر. بحلقة اليوم راح أحكي لكم شلون قدرت أصير أفضل مدبلج بالعراق وأفضل فويس أوفر بالعراق، وإذا أكو منافس انزل لي انزل لي. ابتدأت القصة عام 2018، يعني تقريبا قبل 8 سنوات، من كان عمري 14 سنة، كنت الزعطوط. وبطفولتي كان الوالد الله يرحمه إذا صرت وكيح يكضني يجنزني تجنز راجلي هذا الشلاليق وينومني من وقت، يعني الساعة 9 أني نايم، وشرط ما نام بأي مكان إلا قدامي بالهول، وهو مشغل التلفزيون وأنا متغطي البطارية أبكي وأنام. هو شنو اللي كان يباوعه؟ كان يباوع أخبار ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي، وهذا الشيء كان بمثابة عقاب لطفل بفرط حركة ويحب يلعب ويجي ينقتل وينام الساعة 9. ليش؟ ولكن فيلاو كان لديه رأي آخر. بديت أختلس النظر وأباوع من جوا البطانية شنو يباوع والدي. كان يباوع أكثر شيء على ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي، عالم الحيوان. كان أكو شخص يطلع على القناة يحكي بهذه الطريقة: في عالم تحكمه غريزة البقاء، لا مكان للضعفاء، إنها واحدة من أعظم عجائب عالم الحيوان. والمشهد بادي والحيوانات واحد يفترس بالثاني وصايرة طقة وطيح، وفيلاو مركز بصوت راوي، مركز بالنبرة وبالعمق اللي يتكلم بيه بهاي الطريقة: عالم الحيوان مان. وفجأة أبوي يدور وجهه ويلقاني باع من جوا البطانية ويقتلني مرة ثانية وارجع انام. وهنا كانت أول مراحل إنعجابي بعالم الصوتيات، وبديت أركز على كل إعلان وثائقي، على كل مسلسل يطلع بصوت الراوي أيا كان، مثل سبيستون، قناة شباب المستقبل، أو هذا الإعلان: ستشاهدون الآن العام جدو على كارتون نتورك بالعربية. وكنت أحب الدبلجة العربية وأتعمق كلش بتفاصيلها، وهيك بديت أحب الموضوع، إلى أن دخلت لعالم الأنمي الياباني، وهيك سوالي طفرة كونية بعالم الدوبلاج. بديت أتابع ون بيس وأتاك أون تايتن وجوجوتسو كايسن، ناروتو، وأكثر من 500 أنمي. أجل يا صديقي المتابع، صرت أوتاكو مهووس بالأنمي، وهنا أنا انعجبت باللغة اليابانية واللكنة اليابانية. امبلدونوكاي تورا فاروكا ديوترلو اي كوكايدا اوشياتيرو همونو نو جوجوتسو منو ريويك تينكاي فوكوما ميزوشيك جوجو سينسي كارا نينا داريكا مانيو موغاشتا خوي موغي ورايا أوريما مونكي دي لوفي كايزوكوني أوريما نارو. وبدأ الموضوع يزداد حماسة وتشويقا، إلى أن رسل لي صديقي رابط على التليجرام. هذا الرابط يدخلك لفريق يردون يصنعون أنمي بعنوان الأنمي العربي، مجمعين لهم أكثر من 10,000 عضو و1000 ألف مدبلج بالوطن العربي، بيهم القوي وبيهم الضعيف. وكان الجروب تحت مسمى الأنمي العربي. خرى عليه اسم، بحياتي ما شايف اسم هو نفس المشروع، يعني هم يريدون يسوون أنمي عربي فمسمين الكلان أو الجروب الأنمي العربي. هولي شيش. كل شي بدأ لما دخلت هذه المجموعة. هنا يعاملون المدبلج مثل العبد، يعني غصبا عليك الطب يطوق دور تكض الدور تدبلجه وتتعب عليه مجانا بدون ولا ربع، أو حسب ما يقولون هم تطوعي. يا هل قال لك أنا أريد أتطوع بطل دم هو هي دبلجة أشتغل تعطيني فلوس تيما؟ لا تطوع. هذول الألف واحد كلهم يشتغلون تطوعي، عبيد. ومو هنا المشكلة إنه إذا عجبهم صوتك راح يبيعوك لفريق ثاني بنجوم
هو بكيفكم تبيعوني؟ هسه تقول لي فيلاو شنو هاي النجوم وشنو اللي يسوي؟ كان اكو فد 5 فرق داخل هاي المجموعة، يعني مقسمين الى 5 فرق بالترتيب. على رأس القائمة شياطين القمر وفرقة الاستطلاع والكتيبة المهيمنة ومنها التمضرط. كان اقوى فريق بينهم هو شياطين القمر، والكل كان يتمنى ينضم لهذا الفريق. انا كنت توني داخل المجموعه، كل شيء ما اعرف، وجتني بنيه مرحبا هاك هذا مشهد سويه حط صوتك عليه ودز لي اياه، يعني دبلجه باختصار. وبعد ما سويته وكملته ودزيته الها، سمعت توصفنا تبوتشي وقالت لي تم بيعك ب 22 نجمه الى فريق شياطين القمر. شنو خاله؟ شنو كلب بايعتني؟ عبد انا تبيعيني ب 22 نجمه؟ شنو فائده النجوم؟ فائدة النجوم بكل بساطة انه لما يلقون مدبلج قوي بفريق ثاني وعجبهم هذا الفريق راح يشتري مدبلج من هذا الفريق بنجوم. يعني باختصار انا ما راح استفاد من النجوم، الفريق هو اللي راح يستفاد من النجوم. عبد لو مو عبد الله عليكم، يعني اذا عكسكم يا فريق الانمي العربي اشيلكم نصين. ومن هنا تطورت من عبد الى عبد برو ماكس. اجل عزيزي المشاهد. وبديت أدبلج عجوز، طفل، شايب، حتى بنية دبلجت تخيل. وبديت أتميز وينعرف اسمي تحت مسمى ليفاي، كان قبل اسمي ليفاي ما أدري إيش هالاسم، المهم وبديت يحبوني ويصعد اسمي، إلى أن إجاني قائد فريق شياطين القمر وقال لي حبيبي أنت ليفاي؟ قلت له أي حبيبي أنا ليفاي. قال لي مطرود. خالي ليش؟ صار لي شهر وياكم اشتغل لكم وادبلج لكم واعطيكم، بالاخير طردوني. ليش؟ كان يقول لي والله رئيس المشروع، يعني مو هو مو القائد، اكو بعد رئيس اللي هو صاحب هاي العفطيه كلها، يدعى ليفاي. وشاف انه اسمك مشابه لاسمه وجاي يخترطون بالاسماء وتصير فد، يعني باختصار انا جاي يسلطون الاضواء علي وجاي اشتهر واصعد وهم جاي ينزل، يعني ما حد يعرف اسمه، كله ليفاي المدبلج، ذاك ليفاي اندثر. فلهذا السبب قرر طردي. قلت لهم اوكي ماكو مشكله، اخذت جوالاتي وفي مان لا وطلعت من الجروب. هنا كان لحظة تغير من التليجرام إلى العالم الانستغرام. رحت العالم الانستغرام، غيرت اسمي من ليفاي إلى فيلاو. من اجى اسم فيلاو؟ شخصياتي المفضلة ليفاي ولاو ولوفي خلطتهم بالخلاط وطلع اسم فيلاو. هذا فيلاو بعد ما بحثت عن معناه طلع معناه اسطول بحري وصار اسمي فيلاو. المهم بعالم الانستا سويت فد مجموعة او جروب او كلان او ايا كان، كلاش رويال هي كلان. فبهذه المجموعة او هذا الفريق سميته جولدن كريستال، وكنت انا القائد عليه. ونجح نجاح ذريع. ليش؟ لانه كل المدبلجين الاقوياء اللي كانوا بعالم او بجروب الانمي العربي طلعوا منه واجوا انضموا وياي بهذا الفريق. وهنا أنا تعرفت على هواية اصدقاء، ومن ابرز هذول الاصدقاء كان اكو واحد عبد اسمه برنس. هذا برنس صار صديقي المقرب. وهنا أنا استعبدت استعباد نفس ما استعبدوني بذاك الجروب، استعبدته بفريقي. فريقي جولدن كريستال خليته هو يكون المدرب اللي يدرب الموجودين. بعد احنا صرنا فطاحلة بالدوبلاج، صرنا اقوياء، وصلنا مرحلة انه احنا نصير مدربين. فصار هو يدرب الطلاب اللي يجون جدد والمستواهم متوسط ويشرف على الاعمال، وانا اللي انطي الفكرة، انطي المشهد، انطي السكريبتات المدري شنو. اشتغلنا شغل مرتب. يعني باختصار كان هو الذراع اليمين، كان المساعد مالتي اللي ما اقدر بدونه الفريق يطيح كله. طبعا شكرا لبرنس، اذا جاي تشوف هذا الفيديو شكرا لك حبيبي على راسي. بدينا ننشر اعمال بقوة اعمال سبيستون، تخيل يعني مو 100% بس تقريبا 90 الى 99% بقوة اعمال سبيستون، لان سبيستون فد شيء قوي يعني، واحنا كعراقيين قدرنا نوصل. ليش؟ لأن أول شيء انضموا ويانا مدبلجين من شتى البلدان، مو بس من العراق. ثاني شغلة إنه كل شيء صار عندنا، كتاب محتوى، صناع، ممنتجين، مهندسين صوت، مدبلجين، مغنين، فويس أوفرية، رواء، كل شيء صار عندنا، كل شيء بالكلان. ومن صعد اسم فريقنا شنو اللي صار؟ انضموا ويانا فطاحلة بعالم الدوبلاج. تخيل انضموا ويانا مروان فرحات،
مدبلج صوت رونونو وزورو بسبيس تون، مدبلج صوت ميماتي، مدبلج صوت تاغاموري، انضم ويانا فؤاد شمس ومدبلجين معروفين هواي. تخيلوا شنو اللي قدرنا نسوي بالفريق، وصلنا مرحلة وقاعد دايم عراقيين يسوون شيء قوي مثل هذا، والله نرفع علام القبعة. ايش مالكم ما تدعموهم يعني ليش؟ وبدأ النجاح، ولكن بهذه الفترة قرر فيلاو أن يسلم القيادة بالكامل لعبده المخلص برنس. قلت له يا حبيبي الحبوب استلم القيادة من عندي، وأنا راح أنسحب مؤقتا لأنه أريد أشتغل على اسمي الشخصي وعلى حسابي الشخصي حتى أبرز أكثر وأكثر. وهنا بدأت سلسلة من النجاحات الجديدة تحت مسمى وعنوان ملك الجليد. اي نعم صديقي، هذا أنا صاحب مقولة ملك الجليد تاكل خرا وتتشب. الله ذا ما طلع هذا التاج الطبايقي، الله ما بكته. أنا قاتلت الشيطان اللعين الرجيم قتال الأبطال. مشاهدينا الأعزاء، أنا أول عراقي يحول الكرتون والأنمي إلى مشاهد دوبلاجية باللهجة العراقية المحترمة. ركز لي على كلمة محترمة بالآن، لأن أنا من البصر لا كذا. ليش محترمة؟ لأن أكو وراها قلدوني وظهروا هواي مدبلجين، منهم اللي يكفر بالدوبلاج، منهم اللي يغلط بالدوبلاج، والناس تعرف مدبلج واحد اللي هو فيلاو. فيجي واحد شاف واحد يكفر، فيلاو ما توقعتك، دز لي اياه فيلاو ليش تكفر؟ معود مو انا، انا ايش علي وبس انا مدبلج. واياكم مدبلجين ظهروا بالساحه من بعدي، ولكن الأغلبية ما يعرفون إنه كلها يشمروها علي وقالوا فيلاو. المهم نشرت 100 فيديو خلال شهر واحد، 30 يوم. بهذا 30 يوم نشرت فيديوهات باستمرار، كل يوم 3 فيديوهات هيك شغلات، فنجحت نجاح باهر. منها هذا الفيديو، يلا يا ابو جاسم قومي، وهذا الفيديو، وهذا الفيديو، انا من التيار الصدري، وهذا الفيديو، وأكثر من 120 فيديو، كلهن صعدا مشاهداتهم فوق 1,000,000 وفوق 10,000,000 وفوق 20,000,000، وبدأت سلسلة المشاهدات تصبح ترند بالعراق. تخيلوا خلال 30 يوم فقط نشرت 100 فيديو أو 120 فيديو، وصلت إلى 100,000 متابع على الإنستغرام، 10,000 متابع على اليوتيوب. اليوتيوب ما نشرت بيه بس فيديو واحد اللي ناشره أنا كوميدي، وهذا الثاني الفيديو. على التيك توك 50,000 متابع. الأكس بلور العراقي بذيك الفترة اتحول عبارة عن فيلاو، دبلجة فيلاو. وين ما تروح تلقى دوبلاج كوميدي، وقت المغامرة بصوتي بالعراقي، جامبل صوتي بالعراقي، كلارنس صوتي بالعراقي، قصص، كارتون، مسلسلات، دوبلاج، جريم اوف ثرونز، كل شيء بصوتي بالعراقي. حتى انمي ون بيس كله بالعراقي. تخيل قمت من أصعد كوستر وأروح للمدرسة، شنو طالب سادس، بهاي الفترة ألقى طلاب وراي مشغلين الفيديوهات مالتي ويضحكون، هذا ملك الجليد هذا ويضحكون وما يدرون إنه فيلاو العظيم قاعد قدامهم هو صاحب هذه الفيديوهات. حتى بالجامعة ورا ما خلصت من السادس بديت أشتهر، دخلت جامعة، وهواي من طلاب الجامعة طلعوا يعرفوني، رغم أني ما مطلع وجهي هواي، ولكن يعرفوني من خلال ستورياتي اللي كانت توصل لأكثر من 50,000 مشاهد بالستوري. يقولوا لي أنت فيلاو، أنت ملك الجليد. ما يصيحوا لي فيلاو، كله أنت ملك الجليد. إيه نعم أنا ملك الجليد. مدرسين، أساتذة، مدري شنو، بنات، ولد، شباب، أطفال، كلها تتراكض تقصقص صور، مدري شنو. حسيت بإحساسي المشاهير، حسيت روحي ميسي وطالع من الملعب وكاميرا واو. بهذه الفترة بدوا هواي ناس يقلدون المحتوى لأنه عجبهم، وأني مالي غرض، كلش طبيعي، خلي يقلدون، خلي يسوون، ولكن سووا بفكرتكم، مو تسرقون نفس الفكرة. قاموا البعض يسرقون نفس المشهد، نفس الفكرة، نفس السكريبت، نفس كل شيء، ويضيفون إياه شوي كفران وشوي غلط، نشروه. صارت علي سمعة بسبب الكفران، بس مو الكل، يعني 10% فقط ناس يقولون انه والله فيلاو اللي كفر. لا حبيبي مو انا رجال محترم. ذوليك واحد اسمه وقت الكفران، واحد اسمه وقت المضرطة، واحد اسمه ما اريد اذكر اسماء هواي. صار الموضوع بمحاكم، صار الموضوع بسجن وما ادري شنو. تخلصت من عندهم، والحمد لله ها انا ذا وحدي في الساحة وبمحتوى جديد اطلاقا.
ليش محتوى جديد؟ خلي أقول لكم ليش. طبعا هواي اجوني وقالوا لي فيلاو علمنا شلون نصير مدبلجين، علمنا شلون نسوي هذا المحتوى، علمنا نفسهم. حتى اللي موجودين بالفريق مالتي جولدن كريستال اجوني يابا شاف الموضوع مالت الدبلجه الفصحى ما حد يدعمهم بالعراق ولا حد يدعمهم بالوطن العربي. ممكن بالسعوديه هيك ممكن اكو دعم للفصحى، ولكن بالعراق ما حد يهتم، يردون شيء كوميدي تافه ما ادري شنو. فاغلبيتهم شافوا محتواي وحولوا وياي للدبلجه الكوميديه. ولكن قلت لك يا اما ياخذون الفكره ويسوون نفسها والسكريبت، يا اما اعلمهم وفدتهم وكل شيء طيتهم وبعدين نكروا الجميل. اكو شخص من عندهم علمته صار مشهور الله يذكره بالخير، اسمه الاسطوره ملهم، سوري الولد. اجاني كان عنده 10 متابعين او شيء، قال لي شلون انت تسوي؟ قلت له يابا تجيب تطبيق فولوك ونزل هذا وسوي هيك وهيك وهيك. بدا ينشر الولد، بدا يسوي الافكار، ولكن للامانه بدا يسويها بطريقته، ما يسرق ولا يسوي نفسي بالضبط، لا بدا يسويها بطريقته واشتهر والحمد لله. هسه تقريبا عنده 1,000,000 على اليوتيوب، 1,000,000 على الانستا، الله يرزقه ويذكره بالخير. وهواي مشاهير، مو بس هو، هواي مشاهير اقدر بس ما اريد اذكر اساميهم، بس هذا الولد اللي انا عندي وياه ميانه نوعا ما. اما البقيه هواي مشاهير صعدوا براسي وما مهتم، كل واحد ورزقه. رغم كل المقلدين اللي قلدوني بالساحه، فيلاو تميز من بينهم. ليش؟ بدأت تراسلني شركات عملاقة، بدأت تراسلني على مود إعلانات، على مود تعاونات، على مود هواي أمور. راسلتني سبيستون على مود نسوي ورشة داخل العراق بالبصرة. هذه الورشة مال دوبلاج كنت أنا مدرب على المدبلجين اللي موجودين بهذه الورشة، وسوينا جروب على الواتساب وبديت أدرب وهاي الأمور وتفاصيل وهواي من الأشياء اللطيفة. تعاون من سبيستون لشاب عراقي بصراوي بعمر تقريبا 20 سنة صار أو 18 سنة والله ما أدري بهاي الفترة، ولكن فتشي إنجاز كلش واو. راسلتني شركة انفينكس تريد إعلان، أكثر من إعلان. راسلتني شركة باتريشيا أورجانيك لأكثر من إعلان للصحة والجمال. شركات هواية مثل سلة وتوترز وطلبات وما أدري شنو إعلانات منا أكثر من 1000 إعلان داخل العراق، وأكثر من هواي بيجات ودكاترة ومطاعم، والدنيا انقلبت علي بذيك الفترة. ليش؟ لأن صوتي مميز، طريقة إلقائي مميزة، دوبلاج، فويس أوفر، متعلم كل شيء، عندي أدوات، عندي مايك، عندي استوديو، عندي كل شيء. المهم بعدها فيلاو شنو صار؟ للأسف الشديد صار شيئا غير متوقع، وما يصير بس للفقر اللي ما عنده حظ، اللي حظ مثل حظي. شنو اللي صار شباب؟ تذكرون اللي قلدوني واللي بدأوا يسوون نفس فيديوهاتي؟ الانستغرام بمرور السنين والأوقات نزل وياه الاي اي والذكاء الاصطناعي، فاعتبر انه الحسابات اللي مقلديني وياي صار انتحال شخصية، فبند حسابي وبند كم حساب من الحسابات الوهمية وبند كم مشهور وبند منا، وللأسف حسابي طار. سويت جديد وطار، سويت جديد وطار، لأن شي تربطن نفس الرقم، وهاي الطريقة خطأ، إنه ما يصير أربطن بنفس الرقم، طارن كلهن. أكو بعض من المحظوظين بقت حساباتهم وما طارت، ولكن شو نسوي؟ الحمد لله كل واحد ورزقه. المهم ما علينا، اللي علينا بيه انه فيلاو حاليا قد عاد من جديد وعودة حميدة وقوية. اللي اريده من عندكم يا شبابنا الطيبين، انتم اللي رفعتوني بفضل الله، وحاليا تقدرون ترفعوني اكثر واكثر. موهبتي ما موجودة بكل المحافظات ونادرة، وإذا أنت كنت موهبتك نفس موهبتي تقدر تراسل وياي، احتمال أسوي لكم كورس لتعليم الدوبلاج والفويس أوفر وهواي من التفاصيل حتى تقدر تطلع من عندها ماني وفلوس هواية. راح نتطرق لها بفيديو ثاني. حاليا اللي أريده من عندك يا صديقي، تابعني وراسلني على الانستا وتابعني على الانستا، وراح احط لكم الحسابات كلها موجوده مال اليوتيوب والانستا والهاي بالوصف. والى هنا وصلنا الى نهايه الحلقه. وضحت لكم قصتي وقلت لكم من هو فيلاو وشلون جاب نصف مليار مشاهده، وشلون قدر يطلع فلوس من الموهبه مالته، وشلون. اشوفكم بالفيديوهات القادمه، لان الفيديوهات الجايه راح تشكشك. والان يا اصدقائي سايونارا. يتدفق